بمعلقة سمنة وكوباية دقيق هنعمل الحلو التحفة اللي انتوا شايفينه ده. لما لقيت الولاد نفسهم في حاجة مسكرة ياكلوها، ما خدتش مني دقيقتين وكانت جاهزة معانا وعملناها. يلا ندخل في الفيديو على طول ونسمي الله ونصلي على الرسول. اول حاجة هنحضر مع بعض الشربات: كوبايتين سكر، كوباية ونص مية، وعصرة ليمونة، وارفعها على النار. وكده الشربات بتاعنا جاهز. احنا عايزينه تقيل شوية. تمام. طبق بقى هعجن فيه، هحط فيه تقريبا يعني نص كوباية الا معلقة او الا معلقتين مية، معلقة سمنة، معلقة سكر، وذرة فانيليا، واقلب الكلام ده كله مع بعض. وبعد ما ادوب الكلام ده كله مع بعض وادوب السكر كويس جدا، يعني تقريبا حلويات ببلاش الا ربع، مفيهاش اي حاجة. هضيف بقى الدقيق بتاعي تدريجيا، الكوباية هضيفها تدريجيا بالمعلقة، وكل ما احتاج ان العجينة محتاجة هضيف لحد ما تبقى ماسكة معانا كده ونعمت في ايدينا زي عجينة الفطير بالظبط. سيبها ترتاح شوية عشان تبقى سهلة معانا في الفرد. وعلى دقيق بنشا هفرد العجينة اللي احنا عملناها. هي تجربة انا شفتها وقلت اجربها، بما ان نفسنا في حاجة مسكرة، حاجة حلوة الولاد نفسهم فيها، قلت اعملها كده ايه، حاجة ببلاش كده نجربها. افرد العجينة بتاعتي كويس جدا بالنشابة لحد ما سمكها يبقى زي الرقاق، رفيع جدا. انا هوريكم ازاي انها خفيفة ورفيعة اهي. ادهنها سمنة، ادهن وشها سمنة كويس جدا، واتنيها طبقات كده فوق بعض. مش انا بقول لكم شبه الفطير شوية. وبعد ما تنيتها وبقت بالشكل ده معانا، اقطعها زي الصوابع كده، وهتبقى معانا بالشكل ده. اديها زي برمة بسيطة كده، ويبقى ده شكلها معانا. اظن مفيش اسهل من كده. خلصنا الكمية، هنحمرها في الزيت لحد ما تاخد لون ذهبي. الشربات بتاعنا اهم حاجة يكون بارد، ما يكونش سخن. افضل اقلب كده من كل الجوانب لحد ما تاخد اللون الذهبي التحفة اللي انتوا شايفينه ده اهو، وانزل بيه في الشربات. قلب كويس جدا، ورصصه في طبق التقديم، ورش عليه شوية جوز هند، ويبقى معانا احلى طبق حلويات بمقادير بسيطة جدا، ما فيهاش مقادير تقريبا، ودايبة والطعم حكاية، وحاجة ما كلفتناش حاجة خالص. يا رب تكون عجبتكم وقناتي تكون عند حسن ظنكم. الف هنا وشفا، والسلام عليكم.